احلى على احلى يا اهلي. وكالعادة ولا في غيره يفرحني، الأهلي بيدينا عادية العيد السنة دي ويكسب الرجاء 2-0. 2-0 بس. 2-0 ده أنا توقعته امبارح الحمد زي لله. ما احمد توقع. آه الاهلي كسب 2-0، والاهم ان الاهلي ما دخلش فيه جوان. كنا الحمد حاطين لله. ايدينا على قلبنا ان الاهلي يخش فيه جون. لو انت بتتفرج علينا يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، وكمل معانا الحلقة دي للآخر. ومعاكم والي وحمراوي وهتا في الشبكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي كالعادة وكل عيد بيعيد علينا 2-0 الرجاء. تقريبا نتيجة يعني نقول إلى حد ما إلى حد مطمئنة. ما، يعني نتيجة حلوة تخليك تخش الماتش الجاي في المغرب مرتاح. لازم الرجاء يكسب 3-0 وما يخشش فيه جوان، فأنت كده ضاغط على الرجاء. الأهلي كان نفسنا نجيب التالت عشان تبقى نتيجة مضمونة زي صن صن داونز داونز كده اللي عملته ده. 4 ايه 4 ده؟ 1 ده مرعب يجيبوا الفرق من الآخر. في الجزائر. في يعني في الجزائر. الجزائر. فان شاء الله الماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله. هنتكلم النهارده على الماتش. قول لنا يا احمد التشكيل تقريبا زي ما انت توقعت امبارح. بس كان باختلاف، بس حسين الشحات هو نزل حسين الشحات، مع انه يعني انت كان كنت لسه محتار امبارح في في الثلاثي المركز اللي ده. قدام. هو انا كنت قلت المركز ده هو اللي هيبقى فيه الاختلاف، يعني كنت قايل بيرستو يمين وقدام كهربا. المركز الشمال هو اللي كان هيبقى فيه اختلاف. هو نزل بدل حسين الشحات وبرضه غير، ما نزلش حمدي فتحي من الاول، نزل مم. بداله ديانج. آه، بس هو يعني بداية الماتش كانت مش احسن حاجة. الرجاء هو اللي كان ضاغط في الاول وكان هيجيب جون فينا في الاول الكرة الثابتة، من الكرة الثابتة. الفاول والانفراد. بالظبط. محمود متولي كان هيودينا في داهية. بعدها عمل غلطة غريبة جدا، وبعدها منعم وقع في نفس مع الغلطة، فكان ده في الشوط الثاني غلطة منعم دي. لا هي نفس الهجمة اللي محمود مصطفى غلط فيها، وهو راح اه هو كان اه هيقعد زحلق وراحوا انفرادة. بس الحمد لله الشناوي النهارده كان مركز ومتألق. عشان هو النهارده كان عامل ماتش حلو حسين بصراحة. الشحات كان كويس جدا، مع ان هو لسه ما كانش جاهز قوي، بس بصراحة عمل ماتش كويس. هو ومعلول كانوا عاملين جبهة اه نارية بصراحة. كانوا ما عاملين هو جبهة. الرجاء، هي الفكرة كلها ان الاهلي ما خطفش. يعني الفكرة كلها ان الرجاء كان نازل خايف الماتش. وكان خايف اللعيبة كانت جدا. نازلة خايفة، وكانت مقفلة، ما كانتش بتحاول ان هي تقفل على اساس ان ما الماتش يدخلش يخلص فيها 0-0. بالظبط تعادل. بس في الاول وفي الاخر الاهلي ما استغلش ده. هم كانوا قافلين كويس جدا في الوينجات. يعني كان قافل يمين، ما كانش مخلي. هتلاقي دايما كان حسين الشحات بيخش على جوه، بيرسي تاو دايما بيخش على جوه. بس هي الفكره ما كانش فيه ربط. يعني سوليه النهارده كان في اوحش ماتشاته هو وديانج، ما كانش احسن حاجه. بس ديانج ظبط في يعني شوية الاخر، في اخر الشوط ربع التاني. ساعه، اخر بس ربع ساعة. هو ما كانش لما حلو. السولية خرج. بالظبط. لما السولية خرج. هو سوليه كان وحش جدا هو وديانج في الاول، وبعد كده لو هم كانوا في حالتهم كنت هتلاقي اللعيبه كلها بتدخل من النص. كان هيبداوا يغيروا لو بساط من النص ودخلوا من النص من العمق. كان ممكن نشوف في جون اكتر من كده. انا بالنسبة لي معلش، يعني انا بالنسبة لي وقت توقيت الجون الاول لا ده هو وقت توقيتها مثالي مثالي جدا. عالمي. انت الفكره بس في اصلا تمركز محمد عبد المنعم في الوقت ده. ده شغل مدرب. انا وجهة اعتقد نظري لان هي اصلا ده ولا شغل كان مدرب. كورنر زي ما انت واحنا بنتفرج، قلت ولا كورنر ولا ولا ضربه كرة ولا ثابته ضربة ولا اي ثابتة ولا حاجه. أي حاجة. فجاه لقيت عبد المنعم هو اللي جوه هو اللي الصندوق، جوه مفيش اللي في حد ظهر جوه. كهربا بيستنى الكورة بالظبط. وبيحطها في الجون، وكأنها فكرني بمالديني. اه والله. يعني وبس وقت توقيت الجون الهدف الأول حلو. خلى وتوقيت الجون التاني برضه مش وحش. توقيت الجون التاني اللي هو ده مع لو حق. كان جه في وده اول الشوط برضو التاني كان مدرب. هيبقى ده يعني شغل لو جه في مدرب اول الشوط برضو. التاني كان هيبقى حلو جدا. كان ممكن ساعتها نجيب التالت. بس هو جه في الوقت في الاخر، فهو اصلا اللعيبه كانت بدات تعمل. يعني الرجاء ما جاش ايوه الشوط التاني حتى اصلا يعني. معلش في نقطة مهمة. كان الكابتن عصام الشوالي بيقول لك اه ان اللياقة البدنية بتاعت الاهلي احلى من اللياقة البدنية عشان الرجاء عشان الرجاء عشان رمضان. رمضان. ف... فهو حقيقي الرجاء كانوا عندهم رمضان واحنا واحنا كان عندنا عندنا رمضان. واحنا برضو عندنا رمضان، بس هي فرق حرف الضاد يعني. بس انا بس شايف يعني ان الاهلي
احسن من الرجاء، وده الكلام اللي انا قلته في الحلقه امبارح. الاهلي ترتيبه الخامس في الدوري المغربي، يعني فريق ضعيف. الرجاء. الرجاء ترتيبه الخامس في الدوري المغربي. الرجاء مجموعته كانت سهله قوي، يعني ان لا ده هو حقيقي. يكسب كل ماتشاته. دليل ان هو اول ما قابل فرقه قويه، هو طبعا مش اي فرقه قويه، هو قابل الاهلي، فطبعا الاهلي غير اي فرقه قويه. آه، ما قدمش اداء، يعني كان بيدافع خايف من الاهلي. عنده كام لعيب يعرفوا كوره، بيفهموا كوره وبيلعبوا حريفه وكل حاجه، بس ما عندوش الفينشر. انا شايف ان الرجاء ما عندوش فينشر. مع ان المهاجم وده بتاعهم تقيل، يعني يعني لو بصيت على الفترة اللي فاتت لا تقيل. بس يعني لما نيجي هي نقول لك مقارنة مثلا لو انت اتكلمت كأرقام، هو آخر 3 ماتشات الرجاء ما جابش ولا جون أصلا قبل ايوه الأهلي. ايوه، بس هي الفكرة كلها ان قبليه كان، لا هو كان في دور المجموعات كان قالب الدنيا. ما هي مجموعته برضو سهلة. بص يا مم. حمراوي، هي المجموعة سهلة، فأنا خلاص كسبت أول 3 ماتشات بتوعي، خلاص بقى، والفرق سهلة اللي معاه يعني. طب ما هو أنت النهاردة الوداد ما خسر من سيمبا، لا خسر، بس خسر بس 1-0. بس هيعوض هيعوض. بس أنا بتكلم إن أخطر فرقة حاليا في أفريقيا هي صن داونز، ده حقيقي. يعني. أيوة. ولازم يعني وتحس مش ان هي داخلة، هتبقى. يعني انا كده كده هاخد انا هاخد البطولة. البطوله، ان ناويين شاء على الله. البطوله. اه الا بس لو قابلوا الاهلي الا بقى. لو قابلوا الاهلي، فالكلام اللي هو حصل في دوري المجموعات غير النهائي. الاهلي في النهائي حاجه غير. طريق الاهلي يعني الماتش الجاي ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله اللعيبه تبقى في فورمتها ومركزين، ما يحسوش ان هم خلاص اتأهلوا. ودي نقطة مهمة جدا، عشان لو تفتكروا يعني الاهلي كان كسبان الترجي قبل كده هنا في 3-1. نهائي افريقيا 3-1. خسرنا 3-0. وكنا قلنا رايحين ناخد الكاس ونرجع، خسرنا 3-0. فلسه بدري، ما نحسمش. النتيجة مريحة، نتيجة مريحة، بس نتيجة انا شايف ان بس مش مطمئنة يعني لحد ما. ليه؟ لان معلش الرجاء ممكن يخطفك جون في اول ما هي الشوط. بقى بقول على حسب بقى حالة الاهلي. لو الاهلي في فورمته ومركز من اول ما هينزل ماتش هناك ان شاء الله، الموضوع هيبقى بالنسبة لهم صعب يعني. بس فان شاء الله يوم السبت الجاي الاهلي هيلعب مع الرجاء هناك في استاد محمد الخامس في ملعبهم. لينا فيه ذكريات حلوة ولينا فيه ذكريات وحشة. مم. إن شاء الله المرة دي تبقى ذكريات حلوة، ان شاء الله. تبقى حاجة حلوة، ولأنها هتبقى من الذكريات برضو. ف يعني إن شاء الله الأهلي يعدي من الدور ده، وأعتقد بنسبة كبيرة إن إحنا هنواجه الترجي. ولا أنت رأيك إيه؟ اه لا خلاص، الترجي كسب بره ارضه 1-0، والماتش جاي في ارضه، فاعتقد يعني بنسبة 90% الترجي اللي هيتأهل. أعتقد إن الفرق، يعني في فرق كده حسمت زي صن داونز هو صن نسبة داونز مية في والترجي المية والاهلي انه يعني الترجي 70%. 100%. الترجي يعني قول 90%. 90%.70 الأهلي 75%. 75% ممكن، أو 80 كمان، مم. على حسب حالته. الوداد أعتقد إن الوداد هيعدي يعني. بس لسه يعني هو خسران 1-0 فلسه، يعني لا، برضه لو هو هيعدي، هو ورقيا منطقيا هيعدي، منطقيا ورقيا هيعدي. هيعدي، بس هو لسه يعني اللي هو برضه الكرة في الملعب بيبقى ليها شكل تاني. إن شاء الله. يعني إحنا اللي يهمنا في الليلة دي كلها إيه؟ لا الأهلي. وكلمة بقى، عايزين نقول كلمة للجماهير. اه بصراحة أنا كنت زعلان جدا من الجماهير النهاردة، ما فيش روح، يعني من الشوط ضمن التاني أسباب، بالذات. إن الأهلي برضو أداؤه كان متراخي شوية. أنا الأهلي ال3 4 ماتشات اللي فاتوا كان أحسن بكتير من ماتش النهاردة. الأهلي النهاردة ما كانش في التوب، يعني ما كانش في أعلى مستوى ليه. بس من ضمن الأسباب دي إن الجماهير ما كانش فيه تشجيع كويس، ما كانش فيه، مع إن العدد كان كبير. بس تحس كانوا إن كحك الناس كانت رايحة تعيد، وتعبوا. مش رايحة يعني تهتف. لو انت عايز تتفسح ما تروحش الاستاد. بالظبط. يعني الاستاد ده تروح انت رايح تشجع وتساند فريقك. شوفوا جماهير الرجاء جايين من المغرب، ما شاء الله عليهم، واقفين عريانين يعني يعني. يعني لا فاهم، وهناك هيبقى في حاجة وهيبهدلوا تانية الدنيا. خالص، يعني إن اتفرجوا على هناك جمهور الرجاء في الرجاء الماتش برضو الجاي. جمهوره مش قليل خالص. الجمهور ما بينامش. اه انتوا الشوط التاني جمهور الاهلي ما ما جاش جاش خالص. يعني حسيت ان الاستاد فاضي. مش ده شويه جمهور الأهلي تقييمات اللي كده احنا. للعيبه، وعايزين نسالكم سؤال: توقعاتكم بقى لنتيجه الماتش اللي جاي هتبقى كام كام؟ وهل والاهلي هيلاعب الترجي ولا هيلاعب شباب القبائل؟ يعني السؤال ده مهم، انا عايز حد يرد مين عليا فيه. رجل المباراة بقى في الماتش؟ رجل المباراه بصراحه الشناوي.
ده رجل المباراة، وانا برضو رأيي بالنسبه كده. لي انا شايف ان رجل المباراه الشناوي، لان الكورتين اللي شالهم كانوا بجونين، كان هيغير الماتش تمام. كان هيغير الماتش تماما. ده حقيقي. وانت والريت انا بالنسبه لي محمد شناوي برضو رجل المباراه. الريتات انا بالنسبه لي في لعيبه مع المستوى بتاعها ما كانش نبداهم حلو قوي. نبداهم مثلا بعبد المنعم. هنبدا بمتولي. عبد المنعم ممكن 7 من 10. لا انا اديله 8. 8 مش هنديله 7. متولي 4. متولي ممكن 4 كويس صح. هاني 6. لا 7. ماشي، هي حرام. 6 لان هو ما كانش يعني انا شايف عبد المنعم كان اعلى منه شويه، فبالنسبه لي منعم 7. كفايه ان ناحيته بيرستاو. اه. النهارده 7. كان وحش جدا، ما هو لسه اه هنقيمه. ماشي. عندك معلول برضو ما كانش في 7 مستواه. 6 زي هاني بالنسبة يا لي. عم، ده عامل اسيست. برضو هو عشان 6 عشان الاسيست، بس هو كدفاعي ما كانش احسن حاجة وبرضو في الهجوم عشان اصلا الدنيا كانت مقفولة عنده، فهو ما كانش عارف يلعب. ماشي، فبالنسبة لي كان انا 6 اديله كويس. 7. نطلع قدام. سولية 3 من 10. انا ما شفتوش اصلا، ديانج عشان عشان اللي اللي عمله عمله في في الاخر الاخر ممكن ده يوصل ممكن. ل5 انت بالنسبة لي. انت صعب جدا على فكره، الراجل ده 5. متحيز يعني فاهم. 5 آه ممكن 5 دي مروان تبقى. عطية 8. 7 زي منعم. لا 8. ما انت كده زي منعم برضه. اه احنا متفقين بس الفرق اه بعديها عندك بيرسي تاو 3. 3 برضه. مع يعني ما عشان بس الناس ما تقولش ان هو عمل اسيست، لا هو حط الكرة غلط ما ده اصلا يعني. كوره وحش، حطها وحش جدا. وهو حمدي الجون فتحي التاني اللي هو حمدي اتعامل فتحي معاه اتعامل ده جاب جون بالشمال بالظبط. يعني. فدي تكفي ندي اصلا حمدي فتحي عشان الكوره دي بس 7 زي منعم زي مروان عطية. وعندك الشمال حسين 8. الشحات. انت زمني بقى. ماشي. حسين الشحات حسين الشحات ياخد 6. 6 برضه أقل من منعم شوية. اه بس ده بالنسبة محمد للتقييمات الأهلي. شريف محمد شريف لما نزل ما شفتوش قوي يعني يعني برضه. ممكن ياخد بس هو قعد 5. يجري شوية في الملعب بس يعني. ماشي، ممكن 4 بالنسبة لي. اه ماشي. مش شايف وكهربا إن طيب ايه؟ كهربا كان وحش برضه النهاردة بصراحة، ما كانش عاجبني برضه. يعني حتى ما كانش بيعمل الحركات اللي هو كان بيعملها، إن هو بيفضل يفرك يعني في ياخد الملعب 5 ويروح هنا مثلا. ويدخل هنا وبتاع، فبرضه بالنسبة لي 4 زيه زي شريف. لأن ماشي. هما الاتنين ما عملوش حاجة يعني. اكتبوا لنا تقييماتكم في التعليق، تمام لو يعني للعيبة. بس طبعا الشناوي ياخد رجل مباراة، 9 من اه 10. شناوي 9 من 10. وكولر ياخد 10 من 10. اما بدأوا يرجعوا ينفذوا التعليمات اللي هو بيقولها، وبدأوا يعملوا افكار اللي هو بيتكلم فيها، والحاجات الافكار اللي هو بيعملها في التدريب. هي دي اللي اثمرت ان يخليهم ال4 5 ماتشات الاخيره ان هم يأدوا اداء كويس زي اللي احنا شايفينه. بالرغم من ان النهارده انا برضو لسه عند رايي ان هم النهارده ما كانوش بالاداء اللي كانوا موجودين بيه ال4 5 ماتشات اللي فاتوا. والله برضو هي خلي بالك، حسابات افريقيا غير حسابات الدوري، اكيد. يعني برضو ماتش كبير وفرقة كبيرة وعايزين يضمنوا النتيجة عشان عارفين ان الماتش في المغرب صعب، بالظبط. فبيوفروا مجهودهم. ممكن تكون وجهة نظر مدرب. ان شاء الله الاهلي برضو يعدي يسعدنا المرحله دي ان السبت الجاي شاء الله. ويعدي ويواجه. انا شايف ان احنا هنواجه الترجي، ولو حد عنده وجهة نظر تانية يعني يقول لنا في تمام. التعليقات. وبكده احنا وصلنا نقول لحال. ألف مبروك بقى لجماهير الأهلي، وإن شاء الله دايما فرحانين وعيد سعيد عليكم، وإن شاء الله يبقى ال- النهاردة العيدية تبقى عجبتكم. ان شاء الله. لا هي عجبتنا، كده كده. لازم تعجب. هو الاهلي دايما معودنا ان هو بيعايد علينا وعمره ما بيخذلنا، وفعلا زي ما بدأت الحلقة وقلت ولا في غيره فرحة. يفرحني. احلى على احلى يا اهلي. وبكده بنختم حلقتنا. نتمنى ان احنا نكون بنقدم لكم محتوى كويس، ولو كملتوا معانا الحلقة دي للآخر يا ريت تفعلوا زر الجرس وشير وسبسكرايب لايك. ولايك وتعملوا كل شير الحركات. بقى والسلام عليكم وهاتها. في الشبكة.